دول أجمل وأرخص 3 عواصم أوروبية لازم تزورهم ولو مرة في العمر، وسواء كنت بتحب السفر في الصيف أو الشتاء العواصم دي هتلاقي فيها كل اللي بتدور عليه، من مناظر طبيعية لمعالم أثرية لأكل، وأسعارهم رخيصة لو خططت ليهم صح. فلو بتدور على مدينة تسحرك بجمالها، براج عاصمة التشيكيا المكان اللي لازم تبدأ بيه. هناك خد لك تردلك وده أشهر حلويات هناك، وتمشى على جسر تشارلز وروح زور قلعة براج وساعة براج الأثرية. ولو فكرت تزورها في الشتاء فبراج تعتبر واحدة من أجمل وأزحم مدن أوروبا في أجواء الكريسماس، بس هتعيش هناك أجواء مش هتنساها. لما تخلص جولتك فيها خد لك طيارة من عندك وروح زور مدينة الجمال والرومانسية زي ما بيقولوا عليها، وهي بودابست عاصمة المجر. بعد لما تجرب هناك لانجوس اللي يعتبر أشهر أكلة هناك، خد نفسك واطلع على قلعة بودا وبعدها على جسر السلاسل، وما تمشيش من عندك إلا لما تشوف البرلمان المجري وخصوصا بالليل. ولو زرتها في الشتاء فأسواق الكريسماس هناك برضو مختلفة ومبهجة وتعتبر من الأجمل في أوروبا. أما لو بتدور على مدينة في قلب أوروبا بس محتفظة بالطابع الإسلامي، عليكوا على سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك. وانت هناك حاول تسكن في حي بشارشيا عشان تتمشى كل يوم في السوق القديم اللي مليان محلات صغيرة بتبيع كل حاجة تتخيلها، وتزور الجوامع والبيوت الأثرية هناك، وتركب التلفريك اللي يعتبر الأقدم في أوروبا. وزيارتك لسراييفو مش هتتحسب لو ما جربتش الشباب والبورك البوسني اللي هتصحى له من بدري عشان تلحقه سخن. واخيرا نصيحتي ليك، خلي الكاميرا دايما معاك، لان كل مدينة من ال3 دول هتعيش فيهم لحظات تستحق التوثيق، ومهما كانت ميزانيتك هتقدر تستمتع بكل لحظة هناك. ولو محتاج خطة مفصلة عن كل مدينة منهم سيب لي كومنت وانا هبعت لك تفاصيل اكتر عنهم.